قبل ما نبدأ دعوتكم لكل إخواتنا في غزة والسودان وكل أنحاء العالم. معكم محمد الملا، ودي البرمجة الكاملة. في القرن العشرين كان لسه الكمبيوتر بالنسبة للعالم أجهزة ضخمة. هو جهاز واحد بيشتغل عليه أكتر من باحث في نفس الوقت. أي حد كان يقدر يفتح ملفات غيره أو يعدل عليها ويمسحها. في المعهد الشهير MIT للتكنولوجي العلماء كانوا بيجربوا نظام جديد، نظام CTSS Compatible Time Sharing System، بيسمح لأكتر من شخص يستخدم نفس الكمبيوتر في وقت واحد. ولكن ظهرت مشكلة: ازاي نمنع المستخدم A من الوصول لملفات المستخدم B وقت لما يشتغلوا الاتنين على نفس الكمبيوتر؟ وهنا يجي دور العالم فرناندو كورباتور. فرناندو قرر يحل المشكلة دي عن طريق وضع آلية التمييز يحددوا المستخدمين، فخلوا لكل مستخدم يوزر نيم وباسورد وخزنوهم في قاعدة البيانات كنص عادي، بحيث أي شخص يخش على الكمبيوتر يطلب منه الحاجتين دول. فأول ما يكتبه يحصل الآتي: أول حاجة يتشك إن اليوزر نيم موجود في الداتابيس، فلو مش موجود هيمنع تسجيل الدخول. طب لو موجود هيخش الخطوة اللي بعديها إنه يتشك هل الباسورد اللي هو كتبه زي اللي متخزن ولا لأ، فلو مش زيه برضه هيمنع تسجيل الدخول. ولكن لو الاتنين زي بعض يتم إنشاء سيشن تربط كل العمليات اللي هينفذها الشخص ده بهويته، ولو حد عرف الباسورد بتاع أي مستخدم تاني هيعرف يخش عليه بسهولة. وده اللي حصل فعلا. في أوائل الستينات يحصل أول حالة اختراق لباسورد عملي في التاريخ، لما اكتشف الباحث ألان شاء إن ملف الباسوردات مخزن كنص عادي زي ما احنا قلنا. طبع الملف ووزعه. بعض الناس استخدمت الباسوردات علشان تخش على حسابات غيرها، وفتحت لفرناندو وفريقه باب جديد للحل، وهو الانكريبشن أو التشفير. هو إنك تاخد النص الأصلي وتحوله لصيغة مختلفة باستخدام ألجوريزم أو شفرة. زي مثلا استخدمت ألجوريزم واخترت الشفرة بتاعتي إن كل حرف أو رقم زوده 3 خانات لقدام. يعني مثلا الحرف A بعديه ب3 خانات هو الحرف D، والحرف B اللي بعده ب3 خانات هو الحرف E، والحرف C نفس الكلام. ولو جينا على الأرقام، رقم 1 اللي بعديه ب3 أرقام هو رقم 4، ورقم 2 هو رقم 5، ورقم 3 هو رقم 6. فالنتيجة النهائية إن الباسورد بتاعي بقى بالشكل ده. ولكن لو معاك المفتاح إن كل حرف أو رقم زود عليه 3 هتعرف تفك الشفرة بسهولة. فكده مينفعش هو كمان يتخزن. وده يوصلنا للجزء الأخير وهو الهاشنج. الهاش فانكشن هي دالة رياضية زي بكريبت أو MD5، بتاخد أي input زي الباسورد اللي احنا اخترناه وتحوله لناتج ثابت ومختلف في اتجاه واحد one way زي ده مثلا. فحتى لو عرفته شبه مستحيل ترجعه للباسورد الأصلي. وبكده بدل ما نخزن الباسورد الأصلي أو حتى اللي عليه شفرة هنخزن الهاش باسورد. كلمة باسورد أو كلمة السر مش حاجة جديدة خالص. البشر استخدموا كلمات ورموز في الحراسة والأبواب السرية زمان. فكرة إن حد يعرف حاجة والتاني ما يعرفهاش دي كانت موجودة قبل الكمبيوتر. ويؤسفني أقول لك إن بعد كل ده في أساليب هاكينج لمعرفة الهاش باسورد. فالاختراع نفسه كان حل عملي لمشكلة تقنية فتحت أبواب تانية في مجالات مختلفة. في النهاية أتمنى تكونوا استفدتوا ولو جزء بسيط من اللي أنا قلته. والسلام عليكم.